نروح بقى نخش على كأس العالم. كأس العالم والمغرب. المغرب النهارده بيكسب بلجيكا، واحنا على اعتاب انه وارد يبقى فيه فريقين عرب، فرقتين عرب في دور ال 16. المغرب طبعا عنده فرصة كبيرة جدا، والسعودية عندها فرصة كبيرة جدا جدا. المغرب النهارده بيكسب بلجيكا عن طريق السهل الممتنع، هدفين كده أزأزة زي ما بيقولوا. يعني المغرب النهارده عمل مع بلجيكا واجب سريع، واجب سريع، فروقات كبيرة قوي، إمكانيات كبيرة قوي، ثقة كبيرة قوي. مجموعة طبعا مولعة، مجموعة مولعة. المغرب راحة تقابل كندا. حطوا لي تاني يا جماعة المجموعة بعد إذنكم. المغرب راحة تقابل كندا، المغرب هتقابل كندا، وبلجيكا هتقابل كرواتيا. طبعا حطوا بقى أي سيناريوهات حضراتكم عايزينها. يعني كرواتيا والمغرب 4، تعادل المغرب يوصلوا ل5 نقاط مع كندا. كندا انسوا ما عندهاش فرصة خلاص. كندا المغرب عنده فرصة. بلجيكا لو كسب يبقى 6. المغرب لو كسب كندا صعد، وكرواتيا لو كسبت بلجيكا صعدت خلاص دايركت. اي بقى احتمالات تانية دور على النتائج. المغرب النهارده بيسعد جمهوره. المغرب النهارده الحقيقه في وجود اشرف حكيمي بيعمل مباراه كبيره جدا جدا جدا. وافضل واكتر حاجه النهارده نقف قدامها، اكتر حاجه نقف قدامها درس نستفيد منه، ان اي منتخب كبير لازم يكون عنده 2 حراس مرمى على نفس الكفاءه. ياسين بونو هو حارس مرمى المنتخب المغربي. ياسين اسم كبير جدا جدا، هو النهارده بيسخن داخ. ياسين بونو حارس المغرب، وهو بيسخن النهارده بيعمل احماء داخ. اما داخ ياسين بونو النهارده، اما حصلت له دوخه، اضطر النهارده الركراك ان هو يغاره. بصوا المشهد، ادي اللقطه، ادي اللقطه. طبعا في اي منتخب مش منتخب كبير، حط ايدك على راسك زي ما كيروش كده عمل، فاهم؟ دي مش اصابه، ده لسه الراجل بيقول يا هادي. ودايما المنتخبات ال2 حراس ما بيبقاش المسافه قريبه مهما تكون، مهما تكون. بس بصوا بقى، واضح ان الركراكي مجهز منير المحمدي، مجهزه ومشتغل معاه بشكل كويس، لان ولا اي حاجه غيره. ابتدى يتكلم معاه، اصحى فوق، ما تقلقش، الامور ماشيه بشكل كويس، ودفع بيه من بدايه المباراه. اي حد بيتفرج على المباراه، او جمهور المغرب يقول لك خلصت. الحارس اصلا اما بيصيب في المباراه كله بيحط ايده على قلبه. الحارس الاساسي ده الراجل وهو بيسخن داخ، فالاحتياطي هو اللي بادئ وبيلاعب بلجيكا. بس مع منتخب المغرب الكبير، منتخب المغرب اللي كله ثقه، منتخب المغرب اللي شغال بقاله سنين. اداء الحقيقه رائع جدا لجمهور المغرب، اداء رائع جدا للركراكي المدرب الوطني، اداء رائع جدا لمنتخب. بصوا اللقطه دي يا جماعه، بصوا البنت بتحتفل ازاي، بصوا البنت بتحتفل ازاي. ربنا يديك الصحه يا رب، والفرحه تخليها تقوم تمشي يا رب. يكون الكوره سبب كده في سعادتك وتقومي تمشي. لقطه اقسم بالله للتاريخ. ربنا يا رب يسعدك. والكوره كده، بصوا الكوره تحرك اي حاجه في الدنيا. المكسب وحب البلد وحب المنتخبات وحب كل واحد لوطنه يحرك اي حاجه في الدنيا. سلام عليك يا محمد يا نصر.
لقطة الموسم والله. ربنا يا بنتي يديك الصحة يا رب، ونشوفك كده خفة وتمشي الأمور. بصوا احتفال البنت عاملة ازاي، بصوا الفرحة وانت بتفرح. وارد يحصل أي حاجة، وارد تعمل أي حاجة، وارد منتخب بلدك يكون سبب إن أنت يعني يعود بيك الصحة من جديد وتقوم من جديد. يا رب يا رب يا رب يا رب يديك الصحة يا رب، ودايما كده تفرحي وتتبسطي وتتنططي وتعملي كل اللي نفسك فيه يا رب. يعني بتبقى لقطة صعبة، ولكن يا رب يشفي يا رب كل الناس، ويعني يسعد كل الناس، ويخلي كده كل الأطفال يا رب بصحة كويسة. طيب كنا بنقول ايه؟ بنقول ايه؟ الصيف. طيب كنا بنتكلم على منتخب المغرب. معلش اصل انا يعني الحاجات دي بقف عندها شوية. مبروك لمنتخب المغرب. منتخب المغرب منتخب كبير جدا جدا، شرفنا وشرف العرب. ان شاء الله باذن الله يبقى في دور 16 هو ومنتخب السعوديه. ركراكي عمل مباراه كبيره جدا. بصوا بقى اللقطه دي اشرف حكيمي. اشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، واحد من افضل اللاعبين في العالم. والدته بتروح معاه كل حته، حتى هو بيكسب افضل لاعب صاعد في افريقيا والدته معاه، حتى وهو في كاس العالم والدته معاه. وش السعد عليه، وهي الخير وهي البركه. وأما كان بيلعب في ريال مدريد كانت معاه، وأما كان بيلعب في انتر ميلان كانت معاه، وأما راح دورتموند كانت معاه. لفت معاه العالم كله. هو لعيب صايع، لعيب صايع وفاهم، صايع كورة باللفظ. يعني ايه صايع كورة؟ عارف ان الست دي طول ما هي بتدعي له، عارف طول ما هي راضية عنه هو في حتة تانية خالص. احب انا الناس دي قوي، احب الناس دي قوي. وطلع هو ولاعبي الفريق واحتفلوا معاها، ومفيش حاجة خالص. كل حاجة بنسمع عنها مش موجودة، مش موجودة. والدته معاه، أسرته معاه، ولاده معاه. الكلام بتاع اقفل على المعسكر، سوجر المعسكر، الحاجات دي مش موجودة، مش موجودة. عشان ناخد الدروس، عشان كلنا بنتعلم مع بعض. احنا ما بنديش دروس لبعض، احنا كإعلام وكصحافة وككل الناس احنا بنتفرج على المشاهد ونتعلم مع بعض. الكلام اللي انا بتكلم عن نفسي، الكلام اللي انا كنت بنتقد فيه في ناس وفي معسكرات وفي قصص، اكيد بعد اللقطات دي هغيره. اكيد الحاجات دي مش هي السبب، اكيد مش العالم كله بيتحرك بشكل او باتجاه معين وهي دي المشكلة. لا، هي مش المشكلة. التركيز ملوش علاقة بأسرتك، وملوش علاقة انك تقفل معسكر وما تشوفش حد لمدة شهر ونص. الكلام ده خلص من العالم كله. لقطة أشرف حكيمي مع والدته هي لقطة يفتخر بيها، هي لقطة بيصدرها للعالم كله، هي لقطة عايز يقول لهم أنا سبب وجودي النهاردة هنا في كأس العالم في الدوحة، سبب وجودي في كل الأندية الكبيرة اللي أنا لعبت فيها هي والدتي. يطلع يحتفل معاها ويبوس راسها، وهي تبقى كلمة السر. تحية كبيرة لأشرف حكيمي على أدائه الرائع وعلى احتفاله مع والدته.